تخيل تسيب شغل مضمون، مرتب عالي ومستقبل آمن عشان فكرة محدش متأكد إنها هتنجح. القرار ده أخده شخص اسمه جيف بيزوس، وكان القرار اللي غير التجارة الإلكترونية للأبد. جيف بيزوس كان شغال في وول ستريت، واحد من أنجح القطاعات المالية في العالم، لكن في يوم شاف رقم بسيط: نمو الإنترنت وقتها كان أكتر من 2000% سنوياً. هنا بيزوس ما شافش تكنولوجيا، شاف فرصة سوق. سأل نفسه سؤال مهم جدا في البيزنس: إيه الحاجة اللي الناس دايما هتحتاجها؟ الإجابة كانت بسيطة: الشراء، بس أسهل وأسرع. ساب شغله، بدأ من جراج بيته واختار يبيع كتب أونلاين. ليه كتب؟ مش لأنها أكثر ربحاً، لكن لأنها سهلة الشحن، ليها تنوع ضخم، والطلب عليها ثابت. تفكير استراتيجي مش عاطفي. سر أمازون الحقيقي: أمازون ما نجحتش لأنها بتبيع كتب، نجحت لأنها من البداية كانت بتشتغل بعقلية Customer Obsession، الهوس براحة العميل. بيزوس كان دايما يقول: لو اهتميت بالعميل السوق هيكافئك. سهولة شراء، سرعة توصيل، سياسات إرجاع مرنة، وتجربة مستخدم واضحة. دي مش تفاصيل، دي كانت استراتيجية نمو. التحديات: أمازون خسرت فلوس سنين طويلة. ناس كتير قالت الشركة دي فاشلة، مفيش أرباح، البيزنس مش شغال. لكن بيزوس كان بيفكر بمنطق مختلف: long term thinking. كان بيستثمر في البنية التحتية، التكنولوجيا، تجربة العميل، مش في المكسب السريع. التحول الكبير: أمازون ما بقتش مجرد متجر، بقت منصة ونظام وبنية تحتية للتجارة الإلكترونية. من ماركت بليس لكلاود AWS للوجيستكس وسبسكريبشن مودلز. نمو مبني على تنويع ذكي، مش ترند مؤقت. قصة جيف بيزوس بتعلمنا إن البداية الصغيرة مش عيب، الخسارة المؤقتة مش فشل، التركيز على العميل أقوى من أي إعلان. التجارة الإلكترونية مش موقع، دي عقلية ونظام وتشغيل طويل المدى. لو عجبك الحلقة اعمل لايك وشير مع صحابك، واشترك في القناة لو عندك فضول تعرف مين الشخصية اللي جاية. وده كان بريف في الخفيف. سلام.